عشان ما نتوهش، فالقصة بسيطة جدا. اللي بيقدم على الانتحار بيكون إنسان عاصي، لكن في بعض الأحيان بيعتبر شخص غير مسؤول ومش في وعيه. عشان كده من زمان ولحد يومنا هذا بيودوه لمصحات نفسية، خصوصا لما ما بيلاقوش حد يسأل عليه، وبالتالي بيقضي بقية عمره هناك ويضيع. هنا بيجي دور دكتور تشريح مبتكر عبقري ومجنون، بيكون عنده اعتراض على الأسلوب، واللي بينقذ سيدة شابة حامل أقدمت على الانتحار من المصير ده. وعشان هو مجنون وعبقري، بيقرر انه يستأصل مخ الست ويبدلها بمخ الجنين اللي لسه ما اتولدش. وعشان هي بدماغ طفل، بتتصرف كطفلة وبيربيها على ايده. ولأنها بتتعلم بسرعة أو إنها بتكبر بسرعة، أو خلينا نقول بتنتج بسرعة، بيقرر إنه يجوزها أشطر تلميذ عنده. فبيلجأ لمحامي عشان يكتب عقد الجواز، وعشان هو خايف عليها بيكتب في العقد حاجات غريبة، زي إنها ما ينفعش تخرج من البيت أبدا. وده أثار فضول المحامي إنه يشوف البنت دي، واللي بتبقى عنده شهوات واضحة، فبيقرر ياخدها معاه في رحلة لغرض إنها تشوف الدنيا. وده طبعا بعلم الدكتور إن ما بيقدرش يقاوم الشغف الكبير اللي عند البنت ويسيبها. ومن خلال الرحلة بتتعرف البنت على العالم، والأهم من كده إنها في كل خطوة بتخطيها مع المحامي المتصابي بتعرف ناس تانية وبتكتشف حاجات كتير، فبتكبر وبتنضج أكتر وأكتر. ده كان اختصار بسيط للقصة، وبعيد عن أي نظرة فلسفية عميقة، نقدر نقول إن الفيلم بيتكلم عن الإنسان. إيه هو الإنسان؟ هل الإنسان عبارة عن جسم بس، راس وإيدين ورجلين وروح مبعوثة فيه وبتتحرك جواه، ولا هو عبارة عن مجموعة حاجات فوق بعض، حاجات بيحس بيها الإنسان من أول ما بيتولد؟ البهجة، الفرح، الحزن، الغضب، الشهوة، العلم، الضمير، العوز، الاكتئاب، الكبت والحرية. حاجات لازم يعدي عليها أي واحد عشان يكون إنسان بكل معنى الكلمة، إنسان متكامل وناضج. لو نقصت واحدة فيهم أو زادت عن الباقيين، بيكون إنسان ناقص، وممكن جدا ما يكونش إنسان أصلا. الموضوع ده مهواش جديد علينا، احنا كان عندنا معالجة بنفس الشكل ده في مسرحية الهمجي، يمكن نحسها أكتر عند مسرحية انتهى الدرس يا غبي، والاتنين كانوا لمحمد صبحي. لكنك أما تشوف الفيلم ده ونسق الفيلم ده تفتكر على طول فيلم كان لجوني ديب زمان. بس الفرق هنا إن المعالجة كانت أشمل شويتين، لأن اللي بيجي في بالك على طول هو قصة الخلق. وللأمانة كانت المعالجة مناسبة شوية، على الرغم من التحفظات المعتادة اللي بنشوفها احنا في معالجات زي دي، وعلى الرغم من المشاهد الفجة الكتيرة جدا، واللي لاقت اعتراض كبير حتى من الناس اللي بره. طبعا أكيد من غير ما ننسى التيمة المعتادة اللي ماشي عليها الغرب اليومين دول. وأنا بعتقد إن ده العيب الوحيد اللي كان في الفيلم، أما الباقي فكان فوق الممتاز. زوايا التصوير المتعددة اللي بتكشف جوانب كل شخصية قدامنا وكل موقف هي فيه، الألوان والديكورات والمؤثرات الخلابة اللي بتدخلك عالم تيم بيرتون الساحر، العالم اللي بيخدم على فكرة توني ماكنمارا ونقلها يورجوس لانتيموس للمشاهد. نضيف عليها الأداءات التمثيلية اللي كانت رائعة جدا، خصوصا الممثل مارك روفالو في دور المحامي المتصابي، واللي فيه بعض اللمسات الكوميدية، وترشيح مستحق للجائزة الثمينة. معاه بيجي دور الممثل الجبار ويليام ديفو في دور الدكتور أو بين قوسين القدير، من غير ما نغفل ابننا طبعا وابن حتتنا رامي يوسف ودور التلميذ اللي قدمه بشكل مناسب. لكننا بالتأكيد بنقف عند الشخصية الرئيسية وأداء العمر لإيما ستون، اللي بتخطو خطوات ثابتة جدا ناحية الفوز بجائزة التمثيل دور أول. ولو إني بفضل إن اللي تكسب هي ليلي كلادستون، إلا إن الجائزة لو راحت لإيما ستون فهي مستحقة طبعا. الفيلم ده اتعرض في شهر ديسمبر اللي فات في أمريكا بس، وعشان المشاهد إياها اتمنع في مصر. وفي يوم 27 فبراير اللي فات بينزل الستريم بنسخته الأصلية، فبتبقى فيه فرصة للمشاهدة بعيد عن أي حد من أهلك طبعا. ولما تخلص هتكتشف إن المشاهد دي ملهاش أي تأثير من اللي في دماغنا، فكان معظمها في السياق الدرامي، وكانت بتخدم الفكرة، فكرة الإنسان وتكوينه وحاجاته البسيطة اللي فوق بعض. آسف على ده.